لو أنت نعم. قُلت أنا فاهم الhash map أو الobject أو الdictionary أنا قُلته بكل اللغات اللي اسمه في كل اللغات يعني، عمرك ما تفهم تقول إن أنا فاهمه إلا أمّا تحاول تبنيه من نفسك بالصفر، تبني الhash map أو تبني الdictionary دوّة أو الobject نعم. عشان تقول إن أنت فاهمه فعلًا. فده كان الفلسفة بتاعتنا، إن إحنا بنحاول على قد ما نقدر نفهم الframework مش نستخدمه، بحيث إن إحنا نبقى عارفين كويس هو شغال إزاي. فحاليًا مع الAI بقى السؤال دايمًا بيقول هل إحنا محتاجين الlevel ده من الknowledge؟ يعني إحنا نقدر دلوقتي نعمل حاجات كتيرة جدًا من غير ما نكون عندنا نفس المعرفة، يعني مثلًا واحد أنا بقى لي أكتر من 12 سنة في مجال البرمجة، فممكن واحد بقى له سنة واحدة يقدر يعمل نفس الحاجة اللي أنا ممكن أعملها باستخدام الAI لإنه شاطر وعارف مثلًا إن هو بيستخدمها. نعم. فهل المعرفة العميقة دلوقتي هي الفيصل ما بين كل شخص والتاني؟ أنا مش عارف. بس أنا وجهة نظري إن مع كمية الناس اللي بتعمل حاجات جميلة ورائعة، هيبقى في قليلين جدًا أو نادرين جدًا هم اللي فاهمين كويس أوي الbasics أو المبادئ الأساسية، نعم. فدول اللي هم هيبقوا زي الجوهرة في المستقبل أو اللي هم الناس كلها بتدوّر عليه. أنا عايز حد يكون فاهم كويس الأساسيات، مش بس بيعرف يعمل حاجة، لأ أنا عايزه بيفهم فعلًا الأساسيات، لإن ده اللي أنا هاحتاجه في وقت الزنقة، في وقت خلاص ما الAI ما عادش عارف يدّيني نتيجة، هو اللي هيروح يقول لي لأ ده المشكلة هنا، ده إحنا المفروض نطوّر في دي، ده إحنا المفروض نعمل في دي. وده برضه الsoftware engineer مش مجرد coder، ده الsoftware engineer بشكل عام، هو اللي بيبقى شايف الرؤية بشكل أكبر، هو الsystem إزاي بيتكلم مع بعضه، إزاي نعم. هنقدر نهندل مثلًا فوق ال2.000.000 user في اليوم، إزاي هنقدر نهندل فوق ال1000 request ال1000 reservation في الساعة. كل ده محتاج عقلية software engineer هو اللي بيفكر إزاي كsystem كامل، مش مجرد بس إن أنا باسلّم الfeature ويالّا مع السلامة.